العميل مش دايما بيدور على الأرخص. في ناس كتير بتفتكر إن هي لما تقلل السعر العميل هيشتري منها على طول. الكلام ده مش صحيح. في الحقيقة إن الناس مش بتشتري من الأرخص، هي بتشتري من اللي فاهمها. يعني لو المنتج بتاعك أو الخدمة حلت المشكلة اللي عند العميل، فالعميل هيشتري على طول. لو انت شفت مثلا البراندات الكبيرة هتلاقي او التوكيلات الكبيرة هتلاقي في ناس بتشتري منها منتج اغلى، على الرغم ان هي ممكن تشتري نفس المنتج من مكان تاني بس بسعر ارخص. وده ليه؟ لان هو واثق في البراند دي، او البراند ده قدر يبني ما بينه وما بين العملاء ثقة. فانت لو انت عايز تكسب في التسويق فعلا لازم تبني ثقة ما بينك وما بين العميل. لازم تحاول تقدم في الأول محتوى عن المنتج أو الخدمة بتاعتك، يوضح كل شيء خاص بالمنتج أو الخدمة للعميل، إيه هي المميزات، طريقة الاستخدام والكلام ده كله. فبعد ما تبني ثقة ما بينك وبين العميل عن طريق المحتوى بتاعك، العميل هيشتري منك وتقدر تكسب عدد كبير من العملاء.